ما هي قصة مزار صافصفة اليماني؟ بداية يقع مرقد الشريف في الجهة الغربية من الصحن العلوي مقابل باب الصحن الفاطمي. بأحد الأيام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان في ظهر الكوفة، تحديدا في هذه البقعة المباركة، ولاحظ شخص مقترب معاه جمل، وعلى الجمل كانت جنازة. فسلم هذا الرجل على الإمام، والإمام رد السلام عليه وسأله: من أي البلاد أنت؟ فأجاب: من اليمن. فقال الإمام: ولمن هذه الجنازة؟ فقال له: إنها لوالدي. فالإمام رجع سأله: ولماذا لم تدفنه في أرضكم؟ فقال له الرجل: إن والدي أوصاني بذلك، وقال لي: إن أنا مت فادفني في ظهر الكوفة، لأنها سوف يدفن فيها رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. فرجع سأل الإمام: أو تعرف ذلك الرجل؟ فقال: لا. فقال الإمام: أنا والله ذلك الرجل، قم فلندفن والدك. فصلى عليه الإمام في هذه البقعة المباركة، وقام بدفنه في هذا الضريح المبارك. إن الشفاعة في الحياة لمطلب، والخلق يرجون الشفاعة من يديك سيدي يا أمير المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة أمير المؤمنين، سلام الله عليه.